لوبة ورق العنب بدبس الرمان واللحمة. ايه رأيكم نعملها مع بعض وتقولولي رأيكم فيها ايه؟ ان شاء الله هتعجبكم. معلقة كبيرة من الزبدة او السمنة البلدي على النار، وهنضيف لها التوابل دي: مستكة ورشة من جوز الطيب وعود قرفة ورق لوري وحبهان، رشة ملح، نص معلقة صغيرة سكر وفلفل اسمر. هنشوح كده التوابل بتاعتنا مع بعض، وبعدين هنضيف مكعبات اللحمة. هنشوحها كويس قوي. وطبعا انتوا عارفين وقلنا قبل كده ان التوابل هي اللي بتخدم الشوربة بتاعتنا عشان تخلينا نستغنى عن اي مرق دجاج واي مواد حافظة. بعد ما وصلنا للون ده هنبتدي نضيف شوية مية ونسيبها تتسبك وناخد منها شوربة حلوة قوي. نجهز خلطة ورق العنب بتاعتنا: معلقة زبدة بلدي على النار، وهننزل عليها ببصلة مبشورة ونحمرها كويس تاخد لون. بعدين هنضيف لها معلقتين صغيرين من الثوم المفروم، وبعدين هنضيف عصير الطماطم الفريش بتاعنا، بعدين هنضيف معلقتين كبار من الصلصة وهنضيف لهم بس شوية مية، وبعدين هننزل بقى بالتوابل بتاعتنا، ودي أهم حاجة في الخلطة بتاعت المحشي. التوابل أهم حاجة فيها الكمون. كمون عندنا 5 معالق كبار، ونص معلقة من الجنزبيل المفروم أو الفريش لو حابين، فلفل أسمر معلقة صغيرة، بابريكا معلقة صغيرة، وثوم مفروم، ومعلقتين من البصل البودر أو لو حابين بصل مفروم فريش، معلقة قرفة مطحونة صغيرة، ومعلقة بن صغيرة. وهنقلب المكونات بتاعتنا على النار ونسيبها تتسبك. وأول ما تتسبك عندنا الصلصة بتاعتنا بالشكل ده، هنضيف لها الرز الأبيض بعد ما غسلناه وصفناه كويس قوي من المية عشان ما يبوظش التسبيكة بتاعتنا. هنضيف بقى هنا الشبت والبقدونس والكزبرة، برضو يكونوا متقطعين صغير قوي وناشفين عشان ما يبوظوش التسبيكة بتاعتنا. أنا ضفت كمان هنا بصلة ناعمة فريش وفلفل رومي مبشور، وكمان نص معلقة صغيرة من الثوم. أنا بحب أعمل ميكس ما بين الني في ني والمحشي المتسبك عشان تطلع قدامنا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وهنبتدي نلف محشي ورق العنب بتاعنا. أنا حاولت يعني أصور كام حاجة كده للتوضيح، لكن على فكرة في مكنة دلوقتي موجودة اونلاين في أي مكان نقدر نشتريها للف ورق العنب مخصوص للناس اللي بتحب تطلعه متساوي وقد بعض ومتماسك. هي حلوة فعلا جدا. طبعا أنا عارفة إن في ناس شاطرين وأشطر مني كمان في لف ورق العنب، بس يعني دي للتوضيح وللناس اللي لسه داخلة المطبخ جديد. معلقة سمنة بلدي في الحلة كده صغيرة، وبعدين هنفرد فيها ورق عنب زي ما حضراتكم شايفين، وبطاطس متقطعة لشرايح. هنبتدي بقى نوزع اللحمة فوق البطاطس كده بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. هنبتدي بقى هنا نضيف نص كوباية كبيرة من دبس الرمان، بيديلها طعم حلو جدا يا جماعة وبينقل المحشي بتاعنا في حتة تانية خالص. وهنبدأ بقى نوزع ورق العنب بتاعنا في الحلة بالشكل ده. أنا بحب بصراحة أرسمها قوي على شكل وردة كده عشان لما بنعملها بقى نقلبها في التقديم بيبقى شكلها حلو قوي. هنضيف بقى الشوربة اللي عملناها سوا مع بعض، وهخليها أقل 2 سنتي من آخر صف قدامنا بالشكل اللي قدامكم حضراتكم ده كده بالظبط. هنسيبها بقى على النار من ساعة لساعة ونص مع المتابعة المستمرة.
تابعونا على طعمها ايه، لسه عندنا وصفات حلوة كتيرة ليكم.